السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض أهش وأخف وأسرع وصفة جلاش حلو ممكن تعمليها. قد إيه مورق من جوه، والحشوة بتاعته كمان سهلة وبسيطة. شايفين شكله يا جماعة؟ يعني بجد بيتكلم عن نفسه. وهنعمل كمان كمية كبيرة منه، بحوالي بس نص كيلو من الجلاش هتعملي الصينية الحلوة دي. الصينية بتاعتنا كبيرة يعني، ما هي صغيرة. شايفين يا جماعه بقى التوريقات بتاعته من جوه عامل ازاي؟ شايفين القرمشه؟ وقبل ما ندخل على الطريقه، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه هنحضر الشربات. معايا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه من الميه. معايا كمان هنا نص عصره ليمونه، هعصرها بقى كده مع الكوبايه ونص سكر، عليهم كوبايه ميه، نص عصره ليمونه. من غير ما بقلبه بقى ولا باجي ناحيته خالص يا جماعه، برفعه على النار لحد كده ما يغلي معايا كده غلوه. بنزل عليها بكيس من الفانيليا، وبسيبه حوالي بس من 5 ل6 دقايق يغلي كده. وكده بيكون شكله يا جماعه. وكده خلاص بقى جاهز معايا. بعد كده عندي بقى هنا الجلاش بتاعنا، يعني معايا نص كيلو من الجلاش بالشكل ده كده. بعد كده بقى ومعايا كمان هنا حوالي يعني من نص كوبايه سمنه لكوبايه الا ربع من السمنه. عندي كمان بقى الحشوه بتاعتنا، معايا جوز هند، معايا فول سوداني، معايا كمان شويه كده من الزبيب مقطعاهم حتت صغيره خالص وقلبتهم مع بعض. بعد كده كمان هجهز بقى الصاج بتاعي، دهنته دهنه سمنه كويسه كده بالشكل ده. وبعد كده بقى يا جماعه جبت اول كده فرخه من الجلاش بتاعنا بالشكل ده كده. ولازم ادهنه كويس كله، بسيبش فيه حته مش مدهونه، علشان طبعا بقى ده اللي هيخلي الجلاش بتاعنا مورق خالص. اخدت كده اول فرخه كده من الجلاش او اول طبقه. بعد كده هنزل عليها كمان بالطبقه التانية، هنزل برضو بالطبقه التانية، ولازم ادهنها كويس بالشكل ده. ما تسيبيش بقى حته مش مدهونه خالص في ورقه الجلاش بتاعتنا، عشان ده اللي هيديك التوريقات اللي انت بقى عاوزاها. هجيب بعد كده الحشوه بتاعتنا، وبعد كده يا جماعه بحطها كده على بسيب شويه كده من الطرف، وبعد كده بنزل بالحشوه بتاعتي، ببدا اوزعها كويس بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هبدا اتنيها. هتنيها تكون مبططه شويه، يعني مش هتبقى رول. يعني شايفين يا جماعه بتنيها كده تكون مبططه اهو بالشكل ده، مش بلفها بقى رول خالص. شايفين بقى؟ بفضل بقى اتنيها كلها كلها. بشيل بس كده الاول الحرف من هنا، وهشيل برضو الحرف من الناحية التانية، وهبدأ بقى اقطعها القطع بالشكل ده. حابة تقطعيها اصغر من كده اكبر من كده براحتك خالص خالص. شايفين بقى شكلها كده حلوة جدا جدا. يا دوبك كده تاكلي الحتة على قطمتين اتنين. هقطع بقى كل الرول بتاعنا بالشكل ده كده يا جماعة، وسبت برضو الحرف التاني. شايفين بقى شكل الجلاش بتاعنا؟ بجيب الصينية بتاعتي وبدهن وبرص بقى في وحدات الجلاش بتاعتنا بالشكل ده. هعمل كمان برضو واحدة معاكم اهو عشان برضو تشوفوا الشكل عامل ازاي. جبت برضو اول ورقة كده من الجلاش بتاعنا، ولازم ادهنه كويس خالص بالشكل ده كده اهو. تمام كده. هنزل برضو عليه بالورقة التانية اهو يا جماعة، وهدهنها برضو كويس علشان يدينا توريقات حلوة بقى جدا جدا للجلاش. ويا ريت لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو منك كده، علشان طبعا اللايك اللي بيرفع الفيديو ويخلي اليوتيوب يشوفه. لكن لو ما فيش لايك الفيديو ما بيتشافش خالص خالص يا جماعة. بعد ما دهنت الورقتين، جبت الحشوة بتاعتي وجبت كده الطروف اللي انا كنت حشاها في اول واحدة. هبدأ برضو اقطعها قطع صغيرة طبعا بقى فيها سمنة، وبعد كده بقوم حطاها فوق الحشوة بالشكل ده. شايفين؟ يعني احنا مش بنرمي بقى اي حاجة خالص. وبعد كده هبدأ بقى ابططه اهو يا جماعة بالشكل ده، وهتنيها بقى كلها بنفس الطريقة. وبرضو هشيل برضو الطروف كده، الطرف ده والطرف ده، واحطه في الرول المرة الجاية. هقطعه بقى يا جماعة بالشكل ده كده اهو. طبعا بقى السكينة بتاعتك تكون حامية عشان تقطعه معاكي بسهولة. اهم حاجة شايفين بقى يكون كده كله قد بعضه بالشكل ده. وبرصه بقى في الصينية بتاعتي جنب اخواته بالظبط.
لحد بقى طبعا ما بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. كده رصيته اهو يا جماعه، وخلصته بقى كله بنفس الطريقه. فاض معايا هنا كده بقى معلقتين من السمنه. هبدا بقى ادهن وش الجلاش بتاعي كله بالشكل ده، علشان بقى لما يدخل الفرن كده ياخد لون حلو وذهبي، ويطلع كده مقرمش وجميل. بدهن بقى كل الجلاش بتاعي بنفس الطريقه كده. وطبعا بقى في الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض على طول. يعني قعد في الفرن حوالي يا جماعه 20 دقيقه، واول ما بيخرج هنشوفه بقى عامل ازاي. شايفين بقى شكله؟ اللهم بارك، حلو جدا. التسويه بتاعته مظبوطه جدا. هبدا بقى اسقيه بالشربات اللي عملناه. طبعا الشربات بقى كان بارد خلاص، والجلاش كان لسه خارج من الفرن سخن حالا يعني. يعني الجلاش سخن والشربات بارد. هبدأ بقى اسقيه كله كده لحد كله ما يتشرب بقى كويس اهو يا جماعة. وهسيبه بقى يتشرب براحته، وبعد كده بقى نقدمه مع بعض. شايفين بقى شكل الجلاش بتاعنا؟ كان عندي بقى شوية من الفستق الكذاب، زينت بيهم كده. حابة بقى تسيبيه سادة براحتك، حابة تحط كده شوية جوز هند كده فوق كل واحدة برضو براحتك. شايفين بقى التوريقات بتاعته يا جماعة من جوه عاملة ازاي؟ وقد ايه هش كده ومقرمش وجميل جدا جدا، يعني احسن 100 مرة من اللي بتشتريه من بره. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ وشايفين بقى القرمشة بتاعته يا جماعة؟ شايفين؟ يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.